السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت فيديو من فترة بقول فيه خرجوا العيال، وبتكلم فيه عن أهمية الخروج للأطفال بكل فئاتهم وأنواعهم وأعمارهم، وإن الخروج مش رفاهية ولا أي حاجة من الكماليات، وإن إحنا ضروري نخرج أولادنا. صدفت ان انا اليوم ده وانا بصور الفيديو كنت في المانيا وراكبه القطر، فكان ظاهر ورايا بعض الخلفيات اللي بتعبر ان انا مش في مصر يعني. فمعظم التعليقات كانت خناقه عباره طبعا ما انت بتقولي كده عشان انت مش في مصر، مصر ايه دي، الحدائق ايه اللي في مصر، وخروج ايه اللي بتتكلمي عنه في مصر ومش عارف ايه. كان كلام غريب، بس انا قلت اول ما اجي حديقه من الحدائق اللي في مصر لازم اصور لكم واقول لكم واكلمكم عن حديقه ام كلثوم، وهي حديقه من الحدائق اللي على النيل، والتيكت بتاعتها ب10 جنيه. تمام. في حدائق كتير على النيل على مختلف اماكنها كلها كده. الحديقه حلوه جدا، خضره، مكان واسع، الاطفال بتلعب فيها منطقه العاب باسعار رخيصه جدا. التيكت فيها ب5 جنيه و10 جنيه وحاجات كده. ممكن اجيب عيالي واخليهم يلعبوا تيكت ولا 2 بمبلغ قليل، الليله كلها ما تكلفنيش الخروجه 50 جنيه ولا حاجه. هتلاقي المكان اصلا على النيل، فمكان لطيف والتيكت فيه رخيصه وكل حاجه. فكرة الخروج مش رفاهية ولا هي حاجة من الكماليات ولا حاجة انت بتدلع بيها عيالك، لا هي مش دلع. الخروج مهم لمهارات الأطفال العقلية، الخروج مهم لمهارات الأطفال السلوكية والنفسية، مهم للأطفال اللي عندها تأخر عقلي أو فرط حركة أو توحد أو أي فئة من فئات الاحتياجات الخاصة. مهم ليهم ان هم يخرجوا في أماكن واسعة يجروا فيها ويشوفوا فيها الطبيعة اللي ربنا خلقها. مهم للأطفال الطبيعية انها تمشي في حتة طبيعية عادية خالص زي ما ربنا خلقها، فيقلل الاوامر ويقلل التعليمات. ليه؟ لان انا مش هضطر في المكان الواسع اقول لابني بس هص اقعد الانتريه الكنبه ما تتنططش على السرير، مش هقول كده. الجنينه واسعه فهسيبه يجري وهسيبه يتنطط، فبنقلل الاوامر، فبنقلل التعليمات. فبالتالي الموضوع مهم ومفيد جدا 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 لكل انواع الاطفال، مفيده للكبار والله. مفيد ان احنا نفصل ونعيش جو تاني غير جو النقد والتعليمات وبس وهص والكلام ده. خرجوا العيال، خروج مش رفاهية ولا هو حاجة من الكماليات.